السلام عليكم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مسلسل ميد ترم اللي من بطولة ياسمين العبد وجلا هشام ويوسف رأفت وزياد زازا ودينا وائل وأمينة باهي وأدم عمر. والمسلسل تصنيفه درامي اجتماعي، وملخص قصته بتدور حوالين تيا اللي قايمة بدورها ياسمين العبد ونعومي اللي قايمة بدورها جلا هشام. الاتنين بيقابلوا بعض في الجامعة وبيقرروا انهم يعملوا شلة صحاب بجد عن طريق ابلكيشن علاج نفسي لواحد اسمه دكتور فرويد. وخلال أحداث المسلسل بنشوف قصة كل شاب في الشلة ومشكلته مع عيلته. وبالنسبة لتيا الموضوع بيوسع منها لدرجة انها هكرت تليفونات الشلة كلها عشان تتجسس عليهم، وده ناتج عن مرض نفسي من وهي صغيره. مش عايز احرق لك اكتر من كده عشان لو لسه ما شفتش المسلسل. ونروح بقى للايجابيات والسلبيات، ونبتدي بالايجابيات. اولا كده اداء الممثلين 10 على 10، محدش كان وحش غير بس دور ملك تحس كلامها نايم شويه. ونقطه القوه في المسلسل انه فتح ملفات الصحه النفسيه للشباب زي الكذب والوحده واحساس انك مضطهد ومحدش بيحبك. والميزه الاكبر بالنسبه لي ان رتم المسلسل سريع، ما فيهوش ملل، ما فيش مشاهد على الفاضي. كل الحاجات دي من ناحيه الايجابيات. انما من ناحيه السلبيات فالمسلسل ركز على الجوانب النفسيه المعقده بس، مع ان حياه الناس فيها جانب وحش وجانب حلو. ده غير انه ظهر الاهلي بصوره العدو او السبب في كل العقد النفسيه، والنهايه بتاعته مقنعه بس مش مرضيه للمشاهد. انا لما شفت الحلقه الاخيره عايزهم يرجعوا اصحاب ويسامحوا تيا، بس الطبيعي اللي المؤلف كاتبه ان كلهم يبعدوا عن تيا بعد كل اللي عملته فيهم. في كمان حاجه سلبيه في المسلسل، حته انه يكون في اصحاب شباب مع بنات، وده مش عادي. لو اطفال شافوا المسلسل يفهموا ان عادي شاب يكلم بنت ويبقى معاه رقمها ويتجمعوا في بيت مع بعض، وده غلط. عشان كده رشحه للشباب بس. ولو جيت تتفرج مع ابوك مثلا في مصطلحات في المسلسل هو مش هيفهمها، فلو هنقيم المسلسل هنديله 8.5 من 10. وعايز اقول قبل ما نخش في الموضوع التاني ان المسلسل ده تخطى حاجز المليار مشاهده، وده رقم كبير جدا. بما اننا اتكلمنا